في ناس في حياتنا لازم نحافظ عليها. احنا نحافظ على الناس اللي بيصنعوا الوقت عشاننا، مش بيجولنا في وقت فراغهم. نحافظ على الناس اللي بتكون معانا في أسوأ حالاتنا، مش اللي بتجيلنا في وقت الفرح والأيام الحلوة بس. نحافظ على اللي بيراعوا مشاعرنا، مش اللي بيستهين بيها. نحافظ على الناس اللي دايما بتلتمس لينا العذر، مش اللي من أول حاجة حصلت خلاص ويزعلوا ويتقمصوا. حافظوا على الناس اللي دايما حطاك مكانة أولى، حطاك اعتبار أول، حطاك أول أولويتها. الناس دي بتبقى ناس حلوة، بتهون الحياة وبتخلي كل حاجة سهلة وبتخلي كل حاجة حلوة. لما نلتمس لبعض الأعذار ونلتمس لبعض كل حاجة، ما فكرش بسوء أو أفكر أو أظن ظن مش كويس في اللي قدامي. الحاجات دي يعني كل ما نبقى أسهل وأبسط، كل لما نخلي الحياة أسهل وأجمل. ابعدوا عن الناس اللي بتتقمص، ابعدوا عن الناس اللي بتنكد، ابعدوا عن الناس اللي دايما جايبة الفقر والحزن، ابعدوا على الناس اللي التنكة، ابعدوا على الناس اللي دايما حاسة ان مفيش زيها، ابعدوا عن الناس اللي دايما شايفة نفسها عليك. ليه بتدوروا على الناس المؤذية؟ ليه بتدوروا على الناس اللي دايما تحسسك بنقص او تحسسك بان انت ولا حاجة؟ لا، هم اللي ولا حاجة، انت كل حاجة. انت كل واحد فينا فيه حاجات حلوة كتير تتحب، وفي ناس اللي دول بيتبطروا عليه، غيرهم بيشوفوه احلى حاجة فيك. فخليكوا دايما مع الناس اللي بتحافظ عليكوا في كل حاجة. خليكوا مع الناس اللي دايما شايفاكوا حلوة، الناس اللي تقدر تقولك الله حلو الطقم ده عليك، الله حلو ريحة البرفان ده، الله شكلك حلو النهاردة، الله اللون ده دايما لما تلبسه بيخليك منور كده وشكلك حلو. بيبقى قلبها حلو وتقدر تقولك كلمة حلوة، بتقدر تقولك رأيها في حاجة انت لابسها. مش ناس التانية اللي تقولك عادي، شايفاه عليكي عادي، لا ما خدتش بالي، طب على ايه، في داهية. لكن الناس الحلوة اللي بتبسط الحياة وتخليها أحلى، خليكوا دايما قريبين منهم، لأن هم اللي فعلا السعادة الحقيقية. فخليكوا دايما قدام الناس اللي بتحافظ عليكم وبتكبر بخاطركم ودايما فاضيالكم ودايما بتجيلكوا في أسوأ حالاتكم ودايما متقبلاكوا في كل حالاتكم.